يسعد أوقاتكم متابعي قناة روزا دي فلوري، وأهلا وسهلا فيكم بمجلتنا. اليوم رح خبركن عن موضوع حلو كتير، وهو القلب اللي هو نقطة ضعف عند كل البشر بكل مكان على وجه الكرة الأرضية. ولهذا السبب انتقيت لكم عبارات حلوة بترفع الأدرينالين عند أصحاب القلوب الضعيفة وبتقوي معنوياتهم، وكمان بتذكرهم انه نحن لازم نكون جاهزين لأي صدمة نتعرض لها، مع التأكيد طبعا على انه ردات افعال الناس تجاه المواقف تختلف من شخص لآخر، بس هالشي ما بيمنع انه نسمع هالكم عبارة نتذكرهم عندن لزوم. منبلش أعزائي بأول عبارة: أعزائي أصحاب القلوب الحساسة والمرهفة، لا تندفعوا بكل مشاعركم فتدفعون قلوبكم الثمن غاليا، وكذلك لا تشحون بكلماتكم فتفقدون قلوبا تحتاجونها، ولا تعاتبون في كل شيء فيتعبكم أي شيء. كونوا متوازنين في كل شيء، فبمقدار ما تأخذون اعطوا. تعلموا يا أصدقاء بأن ما تخفيه القلوب تظهره المواقف، والمواقف جديرة بأن تظهر كل شخص على حقيقته، وكفيلة بإثبات أهمية من يبقى ومن يرحل. واعلموا أن كل شيء في هذا العالم له علاج، إلا سواد القلب والحقد والكراهية وقلة الأصل، ميؤوس منها للأسف. وتأكدوا يا أعزائي بأن الناس لا تتغير، الناس تنكشف فقط، فصمتك رغم احتراق قلبك قوة ودرع حماية من الأذى والانكسار. خذوها حكمة واتبعوها. قلبي عزيز علي، أعز من أن أرميه في ساحة حرب خاسرة، فليست كل القلوب بالقلوب تليق. وتذكروا بأن التراكمات وما تحمله من ثقل وهم قد يجعل منك إنسانا قاسيا، ويجعلك تقسو رغم أنين قلبك. لذا إياك أن تسامح إنسان أثقل الأيام على قلبك، بل احذفه من حياتك وانساه. افتح قلبك وأعطيه فرصة جديدة، فنعم الله لا تنفس. واعلموا جيدا بأن لطافة القلب هي رزق في هذه الدنيا، فمهما تكدرت ومهما رمت عليك الحياة أثقال، إياك أن تتكدر ولا تحقد ولا تكره، فالقلوب النبيلة لا تعرف إلا أن تكون نظيفة بيضاء وتحمل السلام إلى هذا العالم. ونصيحتي لك: إياك أن تغرس في قلبك شيئا من الحقد، بل اغرس نوعا من الطمأنينة حتى وإن كان وهما أو سراب. لهون رسائل مجلة لاروزا دي فلوري بتكون خلصت، وأنا عم حضر هالمادة حسيت بمشاعر مختلطة، وحسيت قديش في قلوب عم تسمعني ممكن تكون تأثرت بعبارة من هالعبارات، ويمكن في ناس استرجعت شريط ذكريات ومواقف صارت معها من حدا عزيز وغالي، ويمكن هالحدا يكون قريب أو صديق أو حبيب، ويمكن في ناس ضمعت عيونها أو حشرة سودا. بس اللي بقدر إلكن يا شي واحد بس. في قول حلو كتير لإريك سيغال بيقول: الحب هو أن لا نقول أننا آسفون أبدا. معناتها القول أنه أي شخص بيمرق بحياتنا لازم ما يخلينا نندم أنه نحن عرفناه بيوم، وإلا رح يترك ندبة جوا قلبنا صعب إنها تندمل، مع أنه بيقولوا أنه الأيام كفيلة بالنسيان، بس في جروح صعب أنها تروح. بتمنى أن يكون ضيفة خفيفة على قلوبكم وبيوتكم، وبتمنى تكتبولي بالكومنت شو حسيتوا وقت شفتوا الفيديو وسمعتوا هالكلمات. وبدعو ربي لكل متابعي قناة روزا دي فلوري أنه ما يكسر قلب حدا، لأنه كسرة القلب صعبة وجبرها أصعب. وما تنسوا فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، لايك وشير وسيف للفيديو. كانت معكم رولا من قناة روزا دي فلوري، بتمنى لكم إجازة سعيدة وتضلوا بألف خير يا رب.